الأساسية والنظام الأساسي قد انهار في منطقة مثل الشرق الأوسط. نرى كثيرا من الحكومات التي وصلت إلى الحكم عن طريق الآلة العسكرية، وهناك أيضا من يستولون على عقول الشباب وينشرون الغضب ضد المهاجرين المسلمين خاصة. هناك أيضا بعض المعلومات التي والأعلام الذي يتنافس مع النظام الدولي، هذا هو التناقض الذي يواجهه العالم اليوم. وبعد انتهاء الحرب الباردة بزمن طويل فإننا نجد رخاء هنا وهناك، لكننا نجد بعض المجتمعات التي يسيطر ويهيمن عليها الصراع وعدم اليقين. وعلى الرغم من التقدم الكبير فإن هناك انعدام الثقة من جانب الشعوب تجاه مؤسساتها، ونجد توترا يصعد على السطح بشكل سريع بين البلدان بعضها البعض، وتفرض أيضا رأيها وكلمتها وطريقتها على النظام الدولي. نراه في عناوين الأخبار كل يوم. وحول العالم مثلا اللاجئون يهربون من الصراعات الجارية في بلادهم. هناك أيضا بعض المشاكل المالية التي يعاني منها المجتمعات، وفي المسألة الأمنية